بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحب بكل زملاء الأفاضل، معاكم دكتور أيمن مرسي. استئنافا لسلسلة 10 minutes اللي احنا بنعملها باستمرار. النهاردة توبيك مهم جدا جدا وسهل ولطيف، وإن شاء الله يكون فيه فايدة كبيرة في وقت قصير جدا من 5 ل7 دقايق إن شاء الله. فيبرايل كونفولجنز، بالمناسبة الزملاء اللي هم بيسألوا على الكلينيكال نوتس، النوتس اللي احنا بنبعتها يوميا، الفويسات والروشتات والابديتس وتحديثات الجايد لاينز وكده، في جروب كلينيكال نوتس. ده جروب على الواتساب مجاني طبعا 100%، اي حد يقدر ينضم ليه يشرفونا طبعا. هتلاقي الرابط بتاعه ان شاء الله في الوصف. طيب، الفبرايل كونفولجنز بمنتهى البساطة هي حالة بيكون تشنجات بتيجي لما الطفل يكون عنده حرارة. تمام كده. بشرط ان الطفل دوت بنتكلم ان عمره من 6 شهور ل5 سنين. تمام. بشرط ان انا ما يكونش عندي سبب تاني غير ان هو تشنجات حراريه، غير ان هي تشنجات سببها الحراره. يعني ما فيش ايفيدنس عندي لان انا عندي انتراكرينيال انفكشن، زي ما نتكلم مثلا مننجايتس او ميتابوليك ديستربنس او هيستوري اوف افيبرايل سيجرز. هو اصلا ممكن الطفل اصلا يكون هو ابيليبتيك ولا حاجه. فانا ما عنديش اي دليل او ايفيدنس او هيستوري ان الطفل دوت عنده مثلا مننجايتس او عنده ميتابوليك ديستربنس. ما احنا عارفين ان هايبوكاليميا ممكن تعمل كده، الهايبوكالسيميا ممكن تعمل كده، ممكن تخلي الطفل يتشنج. لا، انا عندي بس تشنجات حراريه بسبب ارتفاع درجه حراره الطفل اللي قدامي دوت، والايدج من 6 شهور لحد 5 سنين. اظن كده الدنيا سهله. تمام. الكلينيكال فيتشرز ايه اللي بشوفه على الطفل؟ تمام. اثناء الاتاك غالبا الطفل بيبتدي بيفقد الوعي، مش مدرك للدنيا حواليه، وبيحصل حركات تشنجيه غالبا بتبقى تونيك كرونيك. تمام. موفمنت، يعني الجسم بيبتدي يتشد شويه، وبعد كده ممكن يكون فيه آه رعشه شويه. التكنيك المعروف او الشكل المعروف للناس اللي شافت التونيك كرونيك موفمنتس هتبقى عارفه الشكل دوت، عمرها ما تنساه يعني. تمام. وساعات بنلاقي فيه اي رولينج، بتلاقي الطفل بياض عينه باين كده شويه، بتلاقي عينه مغربه زي ما احنا بنقول. تمام. بعد الاتاك او النوبه ما بتعدي على الطفل، الطفل ممكن يخش في مرحله سينكوب بسيطه، او بتلاقيه نايم خالص، مفيش اي فيتس او تشنجات عنده ولا اي حاجه، شويه خمول او دوخه، وبعد كده بيبتدي يرجع طبيعي. ده اكتر حاجه بتميز لي ايه الفبرايل كونفولجنز. طيب، نطمن الام قبل ما نتكلم عن المانجمنت ان البروجنوز بتاعنا كويس. الحاله معظم الاوقات بسيطه، مفيش اي تاثير طويل المدى على الطفل. الحراره مش هتاثر على مخ الطفل ولا ادراكه، ولا هتعمل له اي مشاكل نيورولوجيكال. تمام. في حاله طبعا احنا بنتكلم في برايل كونفولجنز. تمام. مش بتاثر فيما بعد فكره ان هو يا دكتور ده هو اصله سخن زمان فمخه اتاثر، لا مفيش الكلام ده. تمام. بيتكلم في فبرايل كونفولجنز، ما بتتركش ان شاء الله اي اثر وراه. تمام. طيب، الريد فلاجز عندي برضو قبل ما اتكلم على المانجمنت، ان شاء الله هنتكلم على المانجمنت، بس حابب بسرعه اتكلم على في دقيقه كده على الريد فلاجز. تمام. امتى اقلق، واحيانا كمان ان انا احول الطفل ده، ودي علامه على علامات الخطر، ان الاتاك بتطول اكتر من 5 دقايق. وزي ما هنشوف امتى ابدا علاج، ودي الحاجات انتي كونفالسنت زي الدايزابام اللي هنتكلم ان شاء الله عنه جرعته بالتفصيل ان شاء الله، سواء اي في او ريكتال. غالبا معظم النوبات دقيقة دقيقتين 3 وسيلف ليميتد، والدنيا تمام والطفل بيتحسن حلو كده. الاطفال اللي بيكملوا اكتر من 5 دقايق احنا بنعتبرها دي ريد فلاج، وفي نفس الوقت هم دول الاطفال كمان اللي احنا بنتدخل معاهم في الطوارئ. تمام. وهنتكلم بنتدخل معاهم ازاي بالظبط، ونديهم جرعه قد ايه. فريد فلاج بالنسبه لي حالة الفبرايل كونفرجنس لو الاتاك طولت اكتر من 5 دقايق. تمام. او في فوكال نيورولوجيكال ساين، يعني لقينا جزء معين مثلا هو اللي فيه الديفكت، لقينا الطفل عمال يعمل حركات معينه في وشه في ناحيه من ناحيتين، جنب مثلا من الجسم هو اللي متاثر. المهم فوكال في جزء معين هو اللي فيه المشكله النيورولوجيكال. تمام. ساينس اوف مننجايتس، ان الطفل يكون عنده الترياد المعروف فيفر، نيك ستيفنس، فوتوفوبيا. فطبعا الترياد ده يخليني اشتبه ان الحاله اصلا تكون مننجايتس. في فيفر وكل حاجه،
بس هو الكونفولجنس او التشنجات اللي حصلت له هي ناتجه عن الالتهاب السحائي اللي جاله. تمام. فده اللي سبب له التشنجات. frequent recurrence of seizures، ان الموضوع متكرر معاه. تمام. بعض الدراسات، مش هقول لك بقى جايد لاينز وبروتوكول، بتقول ان المفروض ان الاتاك الواحده من فيبرايل كونفولشنز ما تتكررش في نفس الدور اكتر من مره في ال 24 ساعه. لكن لما تلاقي طفل لا ده هو اتشنج الصبح وجيت الظهر تاني اتشنج واخر النهار اتشنج، لا لازم توسع مجال الديفريشن دايجنوز بتاعك شويه. مش اول حاجه هتفكر فيها فيبرايل كونفولشنز، وان كان طبعا هي من ضمن الديفريشنال دايجنوز. طيب ده بالنسبه لي الجزء الاول الخاص بالنوتس السريعه او البسيطه اللي احنا كنا حابين نقولها. تعالوا بقى نتكلم على الجرعات او المانجمنت. ولكن الصراحه قبل ما اتكلم على الجرعات لازم نتكلم على نقاط مهمه جدا جدا لازم نتبعها لما نلاقي الطفل بيتشنج. الانيشال مانجمنت بتاعي، ركز معايا، اتفقنا والكلام ده قلنا قبل كده في كورس الطوارئ، الناس اللي مشترك معايا في كورس الطوارئ، اي حاله طوارئ هي اي بي سي اولا، فيتال ساينس راندوم. اي بي سي فيتال ساينس راندوم. فاول حاجه مينتين الاير واي، اتاكد ان الطفل بيتنفس كويس، في بريسنج، في سيركيوليشن، لان احنا قلنا اهم حاجه عندي في الطوارئ ان احافظ على الثلاث حاجات دول، ان الطفل بيتنفس ومجرى النفس تمام وفي سيركيوليشن، ثم ياتي بعد كده اي حاجه تانية، لان اي حاجه من الحاجات ديت لا قدر الله ممكن تودي بحياه المريض اللي قدامي. مش يعني هقعد اعمل حاجات تانية والمريض مش بيتنفس مثلا، لا، شوف نفسه، شوف السيركيوليشن، شوف بريسنج، شوف لو في اوبستراكشن ولا حاجه، وبعد كده ثم ياتي اي حاجه تانية. تمام. وبعض الوقت مراجع وبعض البروتوكولات وبعض المؤسسات خلتها مش اي بي سي، خلتها سي اي بي. قال لك ابدا بالسيركيوليشن الاول. تمام. لان لو السيركيوليشن فيها مشكله وبدات السي بي ار، فرص ان المريض يرجع تاني اسرع، فما تاخرش الموضوع ده. المهم يعني اي بي سي. تمام. رقم اتنين، بحط المريض على الريكفري بوزيشن. شايفين الصوره دي؟ معلش هي جايه مقصوصه، بس مبدئيا اهم حاجه تشوف الشكل رقم 4 ده. تمام. بتخلي المريض نايم على جنبه بالطريقه ديت عشان ما يحصلوش اسبيريشن. تمام. فدي يبقى اي بي سي، البيشنت يكون على ريكفري بوزيشن. طبعا اي حاجه تاذي الطفل، او طبعا وقت بتكلم على الطفل بس بصفه عامه حتى في الفيتس، سواء طفل او غيره، اي حاجه ممكن تاذي اللي بتشنج ده شيلها. ما يبقاش مثلا جنبه حاجه ليها سن مدبب، او جنبه حاجه ممكن يتخبط فيها، او جنبه حاجه ممكن تاذيه. تمام. وهو بيتشنج مش حاسس بنفسه اصلا، ممكن تعوره او تعمله تروما شديده. تمام. فارجوك وفر له بيئه امنه حواليه. من الممارسات الخاطئه انك تكتف المريض والناس لا عماله تكتفه جامد، اهدى اهدى اهدى، ايه، سيبه ما تشنكش، خليه في الريكفري بوزيشن. وطبعا مش هتسيبه ان انت كده، انا بقول لك احنا عملنا اي بي سي، ولو انت في مكان فيه رعايه صحيه مثلا، لان ساعات الكلام ده للاسف بيكون في البيت. تمام. معظم الحالات اصلا بيبقى فيه هيستوري ان هو حصل له كذا، وبعد كده يجي لك يكشفوا عندك معظم حالات الفيبرايل كونفولجنس. بس بصفه عامه لو في اكسجين بنحطه على اكسجين. بنعمل اي بي سي زي ما احنا ذكرنا. وطبعا الميديكيشن هنذكرها بعد قليل. ممنوع تشربوا اي حاجه او تحط اي حاجه في بقه. وعلى قدر الامكان بنخلي الاهل كهيلث اديوكيشن سجلوا لنا بعد كده المده او الاتاك فضلت قد ايه بالظبط. عشان ما اطولش عليكم، هنشتغل يا دكتور بايه مع الحاله دي؟ الدايزابام. الدايزابام ده انت في مصر، في الخليج، بره مصر، ده البراند او سوري او الماده العلميه الموجوده في كل حته. اسمها التجاري في مصر نيوريل. في بلد حضرتك لو انت مش من مصر مالكش دعوه بالاسم التجاري اللي عندنا، اهم حاجه انت عارف ان هو دايزابام. هو موجود في مصر وفي الخليج بيوفر، حتى في المراكز الصحيه في مصر وفي الخليج موجود الدايزابام في ادويه الطوارئ. الجرعه بتاعتي بتكون كالاتي: بيبقى عندي 2 من 10 لنص ملي جرام. تمام كده. بير كي جي. واحده واحده، ركز معايا في الحته دي وانا مش هطول عليك، انا دقيقتين واخلص ان شاء الله. الامبول نفسه الكميه بتاعته، عشان الناس بتتلخبط بين التركيز وما بين الكميه بتاعه الامبول، ركز معايا. الامبول نفسه كميته 2 سم. طبعا احنا في مصر بنعمل 2 سم، الناس بره مصر الادق بنقول بنسحب السرنجه 2 مللي. الملي اللي هو السنتي اللي هو 10 شرط بس. في الاسم العلمي والادق والشائع اكتر بره مصر كلمه 2 مللي. تمام. يبقى اذا الامبول نفسه 2 سم او 2 مللي. تمام كده.
المادة الفعّالة اللي موجودة في الأمبول كلّه 10 مللي جرام. هاستفيد منها إيه؟ هاستفيد منها لو ادّيت نُص الأمبول أنا ادّيت 5 مللي جرام من المادة الفعّالة، لو ادّيت ربع الأمبول ادّيت 2.5 مللي جرام من المادة الفعّالة، ادّيت الأمبول كلّه زي ما إحنا قُلنا يبقى 10 مللي جرام من المادة الفعّالة. مثال: طفل وزنه 10 كيلو، الجرعة من 2/10 ل5/10 مللي جرام، تمام؟ معظم الجرعات اللي هاجيبها لك دي هاجيبها لك من BNF، تمام؟ فبالتالي 2/10 بالKG طبعًا، فلو مثلًا طفل وزنه 10 كيلو هاضرب 10 كيلو في 2/10 يدّيني 2 مللي جرام. يا دكتور 2 مللي جرام يعني تقريبًا 2.5، يعني أنت قُلت لنا إن الأمبول كلّه 10 مللي جرام، يعني أنا لو خدت ربع كمية الأمبول واديتها له IV يبقى كده اديت له 2 أو 2.5 مللي جرام، هاقول لك بالضبط. نفس الكلام لو هتحسب على high dose من الأول خالص هتحسب على نُص مللي جرام، اضرب ال10 في نُص مللي جرام هيدّيك 5 مللي جرام. يعني أنت قُلت لنا الأمبول كلّه من المادة الفعّالة 10 مللي جرام، لو خدت نُص الأمبول أقول لك الله ينوّر، يبقى أنت كده فهمتني 100%. تمام كده؟ طيب ممكن أكرر الجرعة تاني بعد 10 دقايق أو ربع ساعة لو ما فيش تحسُّن، وبعض المراجع كاتبة بعد ساعة وساعتين، بس الصراحة ساعة وساعتين دي مدة طويلة أوي، عادةً والكلام ده قُلناه حتى في الconvulsions قبل كده، تمام، بصفة عامة يعني بنكرر الجرعة بعد 10 ل15 دقيقة بشرط حاجتين: أول حاجة تتابع الvital signs بما فيها الrespiratory rate عشان ما يحصلش respiratory depression، رقم 2 أنت مش شغال لما لا نهاية، الجرعة ديّة آخرك الmaximum single dose 10 مللي جرام، يعني ما ينفعش تقول لي ده الطفل ده obese شوية، لقيناه 40 كيلو، ضربنا 40، 40 وأنا أشتغل في نُص 20 مللي جرام، ادّيني أمبولين، لأ من فضلك، أنت آخرك تمام كده في الجرعة الواحدة 10 مللي جرام. أنا باتكلم دلوقتي على طفل عنده febrile convulsions، تمام كده؟ فآخرك في الأطفال الmaximum single dose 10 مللي جرام، يعني زوّدت قللت obese مش obese خلاص هو الأمبول كامل وخلاص. الmaximum total dose هي 20 مللي جرام في ال24 ساعة، يعني طبعًا بتكون مقسّمة على مدار المدة دي. كل شوية باقول لك أنا خلاص دقيقة وأخلّص، بس معلش أنا عاوز أقدّم لك الفايدة كاملة. دقيقة بس هاقول لك يا دكتور الجزء الخاص بالrectal. إحنا يا دكتور مش لاقيين وريد، تمام، مش عارفين نلاقي وريد للطفل اللي قدامنا. هل الدايزابام في بعض الدول والله أعلم لأن أنا ما شفتوش الصراحة، هل في preparation كام جاهزة للحقن على طول بأمبول مهيأ إن يتاخد ريكتال على طول؟ أظن، بس أنا الصراحة باتكلم على مصر ما شُفتش الproduct ده قبل كده، ما أعرفش برّه مصر قصتهم إيه بالضبط، بس باتكلم على معظم الناس اللي في مصر والخليج يعني، لو ما عندكش preparation جاهز ريكتال يتاخد بالجرعات بتاعته، يبقى إحنا بنشتغل بنفس الأمبول اللي إحنا بنشتغل بيه IV هنشتغل بيه ريكتال. هنشتغل بيه إزاي يا دكتور؟ إما عن طريق إنك أنت تدّيها بالسرنجة مباشرةً، بس طبعًا تشيل السن مش محتاجين نوضّح النقطة دي، أو إنك عن طريق رايل تيوب للأطفال، تمام، تخلّي طرفها يدخل مثلًا ريكتال عند الطفل gently كده، تحط مثلًا جل والّا حاجة تدخّل مثلًا ما يقرب من 5 سنتي ريكتال، تمام كده، والطرف التاني تحقن بيه السرنجة، تمام، والطفل طبعًا يكون مستلقيًا على جنبه لمدة 10 دقايق عشان يتأكد إن الامتصاص يتم كويس. الجرعة بتاعتي في الحالة دي يا دكتور باشتغل على نُص مللي جرام بالKG على طول، تمام، أقصى حاجة برضه عندي أمبول. مثال آخر حاجة هنختم بيها: طفل وزنه 10 كيلو اضرب ال10 في النُص يدّيك 5 مللي جرام، يعني هياخد نُص الأمبول. طفل وزنه 20 كيلو 20 في نُص هيدّيك 10 مللي جرام، يعني هياخد أمبول كامل. طب طفل وزنه 25 كيلو برضه مش هازوّد عن 10 مللي جرام، هيكون الأمبول كامل. ممكن أكرر الجرعة بعد 10 ل15 minute لو الجرعات استمرت. آخر حاجة هاختم بيها إن إحنا عادةً التشنجات self limited دقيقة ل3 دقايق وبتروح، تمام، باتدخّل بالدايزابام وكده لو وصلت أكتر 5 دقايق فأكثر، 5 دقايق فأكثر باتدخّل، لكن الطفل اتشنج دقيقة دقيقتين خلاص كمادات. وطبعًا محتاجين بعد كده نعالج طبعًا سبب الحرارة، مش أدّي antibiotic بانتظام، تمام، أعالج سبب الinfection الموجودة لو هو otitis media لو هو UTI، ده طبعًا مفروغ منه إن أنا باعالج سبب الحرارة. ولكن أنا دلوقتي كنت باتكلم على الfebrile convulsions أو التشنجات الحرارية إزاي أتعامل معاها. جزاكم الله خيرًا،
وان شاء الله هتلاقوا رابط الجروب المجاني في وصف الجروب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.